السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان يسوع أعلن عن نفسه وقال أنه إنسان. قلنا في حلقة سابقة أن الله سبحانه وتعالى في العهد القديم أعلن عن ذاته وقال أنا هو الله، وطلب من الناس أن تعبده، لكن يسوع لم يفعل هذا الأمر، وحينما أعلن عن ذاته قال أنا إنسان. فلا ندري لماذا عبده النصارى وهو لم يقول أنا هو الله. تعالوا كده نشوف يسوع لما أعلن عن ذاته قال إيه. في يوحنا 8:40 يقول النص: أنا إنسان قد كلمكم بالحق. أنا إنسان قد كلمكم بالحق. يبقى يسوع بيقول عن نفسه أنه هو إنسان وليس إله. وبعد التمجد يقول أن له إله يخضع له. هذا الكلام موجود في رؤيا يوحنا 3:12. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسم الجديد. يعني هذا الكلام يقول يسوع بعد أن تمجد، يعني بعد التمجد كمان، حتى لا يقول النصارى أنه كان يقول إنسان لأنه كان على الأرض أو قبل الصلب. فنقول النصارى هذا النص بعد أن تمجد وبعد الصلب بيقول إلهي. فهل الإله له إله؟ أيضا في كورنثوس الأولى 15:28 يقول النص: ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع. يعني يسوع نفسه هيكون خاضع لله. فهل الإله هيخضع للإله؟ فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. يبقى الله هو الوحيد اللي هيكون الكل في الكل، ويسوع هيخضع. طب يسوع هيخضع ليه؟ لأنه إنسان. يبقى مفيش في الكتاب المقدس في العهد الجديد أو القديم أو في رسائل التلاميذ ويوحنا وبولس أي نص يقول على لسان يسوع أنا هو الله. وحينما أعلن يسوع عن ذاته قال أنا إنسان. إن شاء الله يكون الأمر واضح ونكون أثبتنا أن يسوع إنسان من الكتاب المقدس. نلقاكم الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.